بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه الهادين المهديين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها السادة المشاهدون، في حلقة جديدة من برنامج معا على الهواء من القاهرة على قناة الثقلين الفضائية، والذي نخصص الحديث في هذه الحلقة عن عهد الإمام علي لمالك الأشتر حين ولاه حكم مصر. في بداية الحلقة أرحب بضيفي الكريمين، فضيلة الأستاذ الدكتور علي أبو الخير، الكاتب والباحث الإسلامي. مرحبا دكتور علي. وسهلا بكم. وكما أرحب بضيفي فضيلة الشيخ جمال السيد حسين، القارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون المصري. مرحبا شيخ جمال. أهلا وسهلا. في البداية نفتتح هذه الحلقة بآيات من الذكر الحكيم، وفضيلة الشيخ جمال السيد حسين، القارئ والمبتهل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.
عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنتم شيخ جمال، بارك الله فيكم. المشاهدون الكرام، في هذه الحلقة نفتح كنزا من كنوز المعرفة الإسلامية من باب مدينة علم رسول الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ونجد في هذا الكنز الذي هو العهد الذي أعطاه الإمام علي لمالك الأشتر حين ولاه حكم مصر، نجد فيه التأثر الرسالي بروح الإسلام الحقيقية واضحا في هذا العهد، حيث أنه أخذ من القرآن الكريم. نهج هذا العهد من القرآن الكريم ومن سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، فهو نابع من نفس النبع من القرآن ومن سنة وسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله، ولكن بأسلوب أمير المؤمنين عليه السلام. القراءة في العهد العلوي تستلزم كتبا كاملة، خاصة وأن هناك كثير من الكتب التي كتبت عنه وفيه، وهناك شروحات كثيرة لهذا العهد. وأيضا كتبت دراسات مقارنة بين هذا العهد والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يفتخر به الغرب اليوم. هذا العهد الذي هو محور حديثنا في هذه الحلقة أقرت منظمة الأمم المتحدة عام 2002 ميلادية أنه أحد مصادر التشريع الإنساني وأحد العلامات الفكرية التي تصلح لأن تكون منهاجا للتنمية البشرية. ويقال إن الدستور الأمريكي أخذ 90% من مواده من هذا العهد. وقد استغرب كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة من وجود مثل هذا العهد في الدنيا بأسرها، وقال إن قول علي بن أبي طالب إن الناس إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، هذه العبارة يجب أن تعلق على كل المنظمات، وهي عبارة يجب أن تنشدها البشرية. هذا ما قاله كوفي عنان.
دكتور علي أبو الخير، الكاتب والباحث الإسلامي المعروف، أعلم أن لكم الكثير من الأبحاث والدراسات حول هذا العهد، والسؤال الذي يفرض نفسه في البداية: لماذا اختص أمير المؤمنين الأشتر بالعهد؟ أو بعبارة أخرى، لماذا لم يعطي الإمام علي عهده إلا لمالك الأشتر؟ لماذا مالك؟ اولا، هو لماذا مالك الاشتر ولماذا العهد وهو ذاهب لولايته في مصر؟ نعم. مالك الاشتر رضوان الله عليه كان رجلا فيه كثير من الامام علي بن ابي طالب سلام الله عليه، حتى ان الامام علي قال عنه: كان مالك لي كما كنت انا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فمالك الاشتر شخصية لم تكن شخصية عادية. المؤرخون الذين دونوا كتب التاريخ في عهود السلطات اتهموا مالك بامور كثيرة جدا هو بريء منها. عندما حدثت الفتنة وخرج معاوية بن ابي سفيان عن الشرعية، ولى الامام علي عليه السلام محمد ابن ابي بكر لولاية مصر. اضطربت الاحوال هناك، ثم قتل محمد ابن ابي بكر الصديق. فارسل الامام علي قال: لا يضبط مصر الا الاشتر. كان قبل محمد ابن ابي بكر، قبل ان يتولى مصر، كان وليا عليه قيس ابن سعد بن عبادة. ومعاوية قال: ادعى عليه زورا اننا تأتينا كتبه، وبالمعنى المعاصر انه فرق بين الامام علي وبين قيس كان شخصية قوية ايضا، فقال له: تعالى عندي. فذهب الى الامام وعلم انه بريء من هذه التهمة، فولى محمد ابن ابي بكر الذي قتل في قصته المعروفة، فتم تولية مالك الاشتر. مالك الاشتر خصائصه: كان شاعرا، وكان خطيبا مفوها، وكان فارسا صنديدا. ولذلك عندما وصلت عيون معاوية الى انه ذاهب الى مصر، علم جيدا ان مصر لن تخرج عن طاعة الامام الا اذا قتل الاشتر. وبالفعل تم سم الاشتر واخذ العهد منه. فالاشتر لابد الذي يريد ان يطبق العهد، لانه عهد دولي، لابد ان يكون له خصائص نفسية، لا يكون ذو نقائص معينة، لا يستطيع ان يضبط كل ما فيه. فاختص الامام مالك الاشتر بهذا العهد لانه يعلم جدا انه سيطبقه، ولكنه لم يمهل. ولذلك عندما وصل نعيه الى الامام قال: مالك وما مالك، لو احبني جبل لتهالك. كان يقصد مالك انه كجبل بالنسبة اليه. وعندما فرح معاوية قال: ان حزننا عليه اكثر من فرحنا على موته. وكان في بعض الناس تقول عن ملك الاشتر: كيف تقولون على رجل هزمت حياته اهل الشام وهزم موته اهل العراق؟ هذا هو ملك الاشتر. فالعهد لابد ان يكون له شخصية تماثل تقريبا شخصية الامام، فاخذ العهد ولكن قتل. لماذا اخذ العهد؟ كان الامام له ولاة في اليمن، وله ولاة في الجزيرة وفي الحجاز، ولكن اهل مصر بالذات اختصهم بالعهد كبداية تطبيق العهد العلوي في مصر، ولكنه لم يمهل. هذا الجواب سينقلنا نعم. الى السؤال الثاني، يعني لماذا مصر ولماذا اختصها الامام علي؟ يعني هو العهد العلوي الذي اعطاه لمالك الاشتر هو يمثل الجانب الاداري في فكر الامام علي. نعم. يعني الجانب الاداري في فكر الامام علي متمثل في هذا العهد. لماذا اختص الامام اهل مصر بهذا الجانب الهام، الجانب الاداري في هذا العهد، مع انه لم يطبقه مالك كما تفضلتم، وقد دس له السم وقتل وهو في مصر حتى الان، يعني ضريحه موجود في مصر. فلماذا مصر اختصها الامام بالجانب الاداري؟ في بعض الاقوال المؤرخين تقول ان الامام علي سلام الله عليه لو رحل من المدينة المنورة واستقر في مصر واتخذ الفسطاط عاصمة له
ما كان احدا يقدر عليه. لان اهل مصر بعد ان دخل اليهم الاسلام مباشرة اعتنقوه كثيرون عن حب وعن طواعية، خاصة ان لهم فيها نسبا وسيرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. فالمصريون الى جانب حبهم لاهل البيت منذ البداية، حتى الصور، حتى عمار بن ياسر كان يعيش هناك في مصر، وكان يحلم بالعدالة الاجتماعية وهو في مصر. في مصر ايضا هناك حضارة قديمة وحضارة مستمرة، يعني تنفيذ العهد في داخل مصر يحتاج ايضا الى وجود بلد زراعية، وبلد فيها نيل، بلد فيها حضارة، فيها ناس تستطيع ان تتقبل هذا العهد. فكانت مصر بالنسبة للامام، ولذلك حتى الامام لما ولى محمد بن ابي بكر في البداية قال له: لقد ارسلتك لفردوس الله في الارض، واليا على فردوس الله في الارض، سندس الله في الارض. فكان هي مصر بالنسبة للامام لو اتخذها قاعدة، طبعا هذا لا من عمل الشيطان، لكن هو قالوا دلالة على ان المصريين متشبعين بحب اهل البيت حتى اليوم. فكان الامام يختص الملك الاشتر بالعهد، ويختص اهل مصر لبداية تطبيقه فيما بعد على عموم العالم الاسلامي، عندما يكون هناك ولاة مثل مالك. يعني لما نقرأ في عهد الإمام علي الملك الأشتر وهو قادم لحكم مصر، نعم، يقول له: وأشعر قلبك الرحمة بالرعية، نعم، والمحبة لهم، نعم، واللطف بهم، نعم، ولا تكن عليهم سبعا ضارية، نعم، فتأخذ ما يأكلون. نعم. يعني أفهم من ذلك أن أهل مصر، وهذا الكلام يصلح لجميع البلاد، نعم. لكن هو الإمام طبعا اختص نعم. هذا البلد مصر بهذا العهد، أن الحاكم الذي يجلس على حكم مصر إن لم يكن في قلبه رحمة ومحبة ولطف بالرعية، ولا يكون سبعا ضاريا يفترس ويمتص أموال هذا الشعب ودماء هذا الشعب، فإنه لا محالة لن يستطيع أن يقود هذا الشعب. يعني كأن الإمام علي قرأ نفسية الشعب المصري ووضع صفات الحاكم الذي يجلس على سدة الحكم. ونحن في مرحلة انتقالية الآن يعني في مصر، فنود أن يكون هذا العهد أمام أعين المصريين، بل أمام جميع الثوار في العالم، حتى يستفيدوا من صفات الحاكم. فما ترون في هذا الأمر؟ هو حتى الإمام السلام عليه عندما تولى الحكم قال خطبة هو تناسب كل دولة وتناسب كل عصر. وقف على المنبر بعد المبايعة مباشرة قال: والله إن الحق قديم، والله لا يستردن منهم المال الذين أخذوه، حتى لو اشتروا به الإماء وتزوجوا به النساء وفجروا به الأنهار وركبوا به الخيول الفارهة، لأن الحق قديم. والله لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف والمال مال الله. فالإمام دائما ما هو كان يستشعر هذا الأمر في حكمه. حتى بالنسبة لعثمان بن حنيف وصل له نبأ أنه ذهب إلى وليمة أغنياء، فقال: وصلني أنك ذهبت إلى أغنياء وتركت الفقراء تدفوهم. فعثمان بن حنيف من خير أصحاب الإمام، لكنه في نفس الوقت عنفه ورباه تربية جيدة. فالمصريين معظم الولاة الذين حكموهم كانوا من السباع بالفعل وامتصوا، ولذلك حتى عبد الله بن الصالح عندما كان وليا على مصر ارسل كثير من الاموال وكثير من، فقالوا لعمرو بن العاص: اتأتينا الاموال اكثر مما كنت وليا عليه؟ فقال: ولكنكم اضررتم بالفصيل، لم يصبح لديها لبن خلاص. فهو مالك كان اصلا كان رجلا حنونا مثل الامام علي، تقريبا سيرته هي سيرة الامام. حتى يحكى عنه انه كان جالسا في الكوفة فجاء صبية ورموه بحصاه من التمر فتركهم، فقال له: هل تعلم من رميت؟ قال: انه قائد جيش الامام. فذهب يعتذر منه، قال: انني دخلت المسجد لاستغفر لك. فهو يعني حتى العهد لما يصلح لكل والي ويصلح لكل دولة ويصلح لمصر بصفة خاصة، لان دائما مصر يمكن دولة لها خصوصية، اقدم دولة في التاريخ، استقبلت كل الانبياء، تبنت دعوات كثيرة جدا. فهو بالنسبة لها لابد ان يكون الامام علي كان يحب مصر حبا كما كان رسول الله
تمام. صلى الله عليه وسلم. تمام. يعني حينما نقرأ ما قاله معاوية بن أبي سفيان بعد أن دس السم لمالك الأشتر وصعد المنبر وقال لقد كان لعلي يدان قطعت إحداهما في صفين، يقصد عمار بن ياسر، وقطعت الأخرى في مصر مالك الأشتر. فهذا فعلا يؤكد لنا عظمة هذه الشخصية، شخصية مالك الأشتر واختيار الإمام علي لها، وإلى جانب مكانة مصر الكبيرة في القرآن التي ذكرت 5 مرات تصريحا و8 مرات تلميحا، إلى جانب أحاديث الرسول أن أهلها في رباط إلى يوم القيامة، وأن استوصوا بأهل مصر خيرا فإن بيننا وبينهم ذمة ورحمة أو نسبا وصهرا إلى غير ذلك من الوصايا. ويأتي الإمام علي ويرسل هذا العهد مع مالك الأشتر لحكم مصر، فهذا يبين مدى أهمية مصر عند الله تعالى وعند رسوله وفي عند فكر آل البيت، إلى جانب قدوم السيدة زينب والرأس الشريفة الإمام الحسين والكثير من آل البيت هنا في مصر، إلى جانب الصادقين من أتباعهم كمالك الأشتر الذي وفد إلى مصر. استاذن حضراتكم السادة المشاهدين في أن نستمع إلى قصيدة من فضيلة الشيخ جمال السيد حسين القارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون المصري. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الله الله اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته محمد النبي أخي وصهري، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء، وحمزة سيد الشهداء عمي
وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وعرسي وبنت محمد سكني وعرسي سكني وعرسي وبنت محمد وبنت محمد سكني وعرسي سكني وعرسي مصوت لحمها بدمي ولحمي مصوت لحمها بدمي ولحمي وبنت محمد وبنت محمد وبنت محمد وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها منوط لحمها وصبت أحمد ولدي منها وصبت أحمد ولدي منها فأيكم له سهم كسهمي فأيكم له سهم كسهمي وصبطي أحمد ولدي منها وصبت أحمد ولدي منها فأيكم له سهم كسهمي فأيكم له سهم كسهمي سبقتكم إلى الإسلام طرا سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان
أحسنت شيخ جمال، بارك الله فيكم. دكتور علي، قرأنا في كتاب الإمام علي صوت العدالة الإنسانية للكاتب اللبناني جورج جرداق قوله: ليس من أساس بوثيقة حقوق الإنسان التي نشرتها هيئة الأمم المتحدة إلا وتجد له مثيلا في دستور ابن أبي طالب، ثم تجد في دستوره ما يعلو ويزيد. فنود أن تبينوا للسادة المشاهدين الفرق بين عهد الإمام علي ووثيقة حقوق الإنسان، وما هي أوجه التميز بين العهد والوثيقة. وجورج داق عندما ألف الكتاب وضع في المقدمة خلاف أوجه التشابه بين العهد وبين حقوق الإنسان الذي صدر سنة عام 1948، ولكنه يعني تحدث عن فروق، بعض الفروق الجوهرية بين العهد وبين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فأولا قال إن الذي وضع الإعلان العالمي مجموعة من المفكرين والقانونيين ورجال الفكر والدين في العالم، واجتمعوا وسهروا أفكارهم ثم خرجوا بهذا الإعلان: حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الرجل قال إن الإمام علي سلام الله عليه هو وضعه، عبقري واحد وضع العهد، وهذا يسبق ذاك ب1400 عام. الأمر الثاني أن الذين وضعوا العهد منوا على الدنيا وقالوا وضعنا لكم عهدا، وهم الذين ينتهكون هذا العهد، لأن العهد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إعلان لحقوق الأفراد وحقوق المجتمعات. هم ينتهكون حقوق المجتمعات والدول، يتم الاعتداء عليهم وباسم حقوق الإنسان. العهد الذي وضعه لم بالعكس حاول أن طبقه في أثناء خلافته، ووضع الأسس العالمية لهذا الإعلان. ودليل على ما نقول بعد 1400 عام جاء وقوف عنان وقال إن مقولة علي بن أبي طالب: إن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يجب أن تنفذ وتوضع على كل المنظمات. ايضا جورج داق عندما لاحظ بين العهد وبين هناك في نواقص كثيرة جدا بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد تلافى تقريبا هذا الأمر، لأنه تكلم حتى عن حقوق الصناع وحقوق الزراع وحقوق الفقراء وحقوق الطفل وحتى الجنين، فلم يترك شاردة ولا واردة، لأنه كان عقله اندمج مع القرآن الكريم واستخلص ما فيه وضعه في هذا العهد الكريم. يعني هذه هي الفروق بين هذه الفروق الشكلية او الشكل، لكن الفروق الجوهرية عندما نقرأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هنجد فيه أشياء جيدة، ولكن سنجد فيه أيضا بعض الأشياء الناقصة بخلاف العهد. يعني هل يمكن أن نلمس أن الذين وضعوا العهد العالمي أو الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان كانوا يسترشدوا بعهد الإمام علي لملك الأشتر؟ ربما، لكن هناك فروق جوهرية. يعني عند حضرتك تكلمت عندما قال له: كن رحيما بالناس ولا تكن صبعا ضاريا. هم لم يذكروا هذا الأمر بالنسبة لإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لم يتحدث صراحة عن علاقة الحاكم بالمحكومين. هو وضع أسس حرية المرء وحرية التجارة وحرية التنقل الأفراد، وثم حقوق المرأة وحقوق الطفل، لكن العهد تجاوز هذه الأمور. هو تكلم عن الطبقات داخل المجتمعات التي لا يعيش أي مجتمع بدونها، وضع لهم أسسها: عمارة الأرض والزراعة والصناعة أيضا لهم حدودهم، لدرجة أن هو وضع الأصناف 9 للعشور. وكان له خطبة قديمة سابقة على قال: ورددت مكيال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما كان عليه. كان له خطبة طويلة في نهج البلاغة يقول: أرأيتم لو رددت مقام أرأيتم لو رددت صاع رسول الله إلى ما كان عليه، وعشر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كان عليه، وعلى العشور الزراعة إلى ما كان عليه. هو كان يريد أن يطبق هذه الأمور، وهو ثم وضعها في العهد. يعني احنا حينما نقرأ عهد الإمام علي إلى ملك الأشتر حين ولاه مصر، بنجد أن الإمام علي لا يكتفي بذكر الحقوق فقط. نعم. يعني هو يبين الحقوق والواجبات. نعم.
بالنسبة للحاكم، بالنسبة للمحكوم، بالنسبة للقضاة، بالنسبة للتجار، بالنسبة للزراع. نعم. لم يترك أحد نعم. إلا وبين حقه وبين واجبه. نعم. إنما هذه الوثيقة من اسمها تتكلم عن حقوق الإنسان. نعم. ولم تتحدث عن واجبات الإنسان. هذا فرق جوهري كبير جدا. طبعا. يعني نحن هنا في مصر عندما قامت ثورة 1952 رفعت شعار حقوق العامل والفلاح، ولم تبين واجبات العامل والفلاح. نعم. ما نراه اليوم في مصر هو خيبة للعامل وخيبة للفلاح. نعم. لأنه يطالب بحقوق ولا يؤدي واجبات. ثم نسمع نغمة جديدة، حقوق المرأة، ولا يبين واجبات المرأة. لكن الذي يتميز في عهد الإمام علي ليس مجرد رفع شعار الحقوق فقط والواجبات، وإنما يبين الواجبات. وأنا أرى أن هذا فرقا جوهريا كبيرا بين هذه الوثيقة وبين هذا العهد. نعم. في هذا الجانب. نعم. تماما. نعم. هناك أيضا بنجد في عهد الإمام علي إلى ملك الأشتر حين ولاه مصر السياسة الاقتصادية التي انتهجها الإمام علي عليه السلام، إنما هي امتداد لسياسة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، بحيث لا يبقى فقير أو بائس أو محتاج. فما هي مظاهر تلك السياسة الخلاقة؟ تتلخص في في شيئين. الأول الزكاة. نعم. وطرق انفقها، ثم الخمس. والخمس لا يقتصر على الغنائم من الفتوحات. فإذا قلنا عن الزكاة أنها تنفق على مصاريفها الثمانية، أنا أعتقد أن سيكون هناك محتاج. لو أضفنا الخمس، لأن الخمس على 6 أسهم، فاعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى. هذا النصف 3 أثلاث، ولذي القربى واليتامى والمساكين. طبعا هذا الثلاث لله ولذي القربى، لله وللرسول ولذي القربى. هذول الثلاثة المفروض يكون مع الإمام. ينفق منهم على عمارة الأرض، ينفق منهم على شق المصارف، ينفق منهم على التعليم، ينفق منهم على خمس ضخم. الفقراء والمساكين وابن السبيل هؤلاء صنف آخر يصرف عليهم أيضا إلى جانب الزكاة. ليس ذلك فقط، فكان الإمام يرى أنه يعطي صلاحيات للوالي، أنه إذا كان في حاجة الفقراء ليس يعطيهم المال، يعطيهم الأرض يستصلحها ويملكها لهم. وكان يرفض تقريبا تماما فكرة توزيع الأرض على المحاربين. نفس الفكرة التي قلبها قبل ذلك عمر بن الخطاب. قال لأننا إذا وزع على المحاربين وهم يفتحون بلدا كل يوم، ستصير دولة بين الأغنياء بين الناس، وسيكون هناك طبقة عالية معها الأراضي ومعها الإماء ومعها العبيد. وكان يرفض هذا الأمر تقريبا. وأنفق أنا في خطبة النهج التي يقول فيها أرأيتم كتحدث قال وسويت في المناكح. كان عملية التكافؤ في الناس كان يرفضها. كان يقول ورددت الأعشار إلى مرية الثمانية، ليس منا الخراج، خلى الخراج شيء مستقل عن العشور. بالنسبة لمصر بالذات عندنا هنا الأردب وعندنا الفدان، فوضع عليها أسس بالنسبة لكم أردب عندما يطلع عليها العشر وكم أردب. فقال تشق الترى وتشق المصارف حتى تزيد إنتاجية الفدان. تمام. التي نقول عنها الآن زراعة، إكثار الزراعة أفقيا. هو وضع أسسها من مبكرا. تمام. أحسنت دكتور علي. الحقيقة السادة المشاهدون، معنا الآن مداخلة من الدكتور عمر كرامة من القاهرة. السلام عليكم دكتور عمر. دكتور عمر السلام عليكم. ايوه، يبدو ان هناك انقطاع في الاتصال. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. عليكم دكتور عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. احنا اليوم في حلقة عن عهد الامام علي بن ابي طالب لملك الاشتر حين ولاه حكم مصر، ومعنا الدكتور علي بالخير الكاتب والباحث الاسلامي، ومعنا فضيلة الشيخ جمال السيد حسين.
فنود من حضرتك أن تتفضل بالحديث حول هذه النقطة كما تتفضل. تفضل يا سيدي. اهلا وسهلا. مش سامعين صوت احنا. الصوت قطع. طيب نعاود الاتصال، يتعود الاتصال بنا مرة ثانية ان شاء الله. السادة المشاهدون، الآن نذهب إلى الإنشاد الديني وفضيلة الشيخ جمال السيد حسين القارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون المصري. يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم واسمع بالنبي مناديا يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم واسمع بالنبي مناديا وقد جاءه جبريل عن أمر ربه بأنك معصوم فلا تكوانيا وقد جاءه جبريل عن أمر ربه بأنك معصوم فلا تكوانيا يناديهم يوم الغدير نبيهم يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم واسمع بالنبي مناديا واسمع بالنبي مناديا وقد جاءه جبريل عن أمر ربه وقد جاءه جبريل عن أمر ربه
معصوم بأنك معصوم بأنك معصوم فلا تكوانيا وبلغهم ما أنزل الله ربكم إليك ولا تخشى هناك الأعادية وبلغهم ما أنزل الله ربهم إليك وبلغهم ما أنزل الله ربهم إليك وبلغهم ما أنزل الله وبلغهم ما أنزل الله ربهم إليك ولا تخشى هناك الأعادية فقام به إذ ذاك رافع كفه بكف علي معلن الصوت عاليا فقام به إذ ذاك رافع كفه بكف علي معلن الصوت عاليا فقام به إذ ذاك رافع كفه بكف علي معلن الصوت عاليا فقال فمن مولاكم ووليكم فقالوا ولم يبدوا هناك تعاميا فقال فمن مولاكم ووليكم فقالوا ولم يبدوا هناك تعاميا إلهك مولانا إلهك
إلهك مولانا وأنت ولينا إلهك مولانا وأنت ولينا ولن تجدن فينا لك اليوم عاصيا. فقال فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا ولم يبدوا هناك تعاميا. إلهك مولانا وأنت ولينا إلهك مولانا وأنت ولينا إلهك مولانا وأنت ولينا ولن تجدن فينا لك اليوم عاصيا. فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. فقال له قم يا علي قم يا علي قم يا علي قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. فمن كنت مولاه فهذا وليه فمن كنت مولاه فهذا وليه فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أنصار صدق مواليا. الله الله، أحسنتم شيخ جمال، بارك الله فيكم. سادة المشاهدون، نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
السادة المشاهدون، ها نحن قد عدنا مرة ثانية في برنامج معا على الهواء من القاهرة على قناة الثقلين الفضائية، ونناقش في هذه الحلقة موضوع عهد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمالك الأشتر حين ولاه حكم مصر. ويحضرنا في هذه الحلقة الدكتور علي أبو الخير، الكاتب والباحث الإسلامي المعروف. دكتور علي، هناك مقولة للإمام علي بتلخص لنا حجم الاهتمام الكبير منه والمعاناة التي كان يعانيها في عصره، حينما يقول إن الرعية تخاف ظلم رعاتها وأصبحت أخاف ظلم رعيتي. الحاكم هو الذي يخاف من ظلم الرعية له، وهذا شيء لم يحدث على مدار التاريخ الإسلامي، يعني أن نرى حاكما يشكو من ظلم الرعية له، لكن دائما الرعية هي التي تشكو من ظلم الحكام. في عهد الإمام علي الملك الأشتر بنجد أن وحدة الأمة الإسلامية في مقدمة الأولويات في هذا العهد، وفي باقي ما كتب الإمام علي دائما هو حريص على توحيد كلمة الأمة، حيث يرى الإمام أن أهم ما يحفظ الأمة وكيانها من التمزق هو حفظ حقوق المخالفين في الرأي والدين والعرق والمذهب. يعني أعيد مرة ثانية، الإمام علي حريص على حفظ حقوق المخالفين في الرأي، اللي هي المعارضة بلغة العصر، حقوق المعارضة في الدين والرأي والعرق والمذهب. لأن الأكثرية دائما أو دوما تجور على حقوق الأقلية، يعني هذا شيء واضح تماما يعني. وهذه النقطة تمثل حجر الزاوية في حرية الإنسان وكرامته. فما هي الحقوق والحريات التي تتمتع بها الأقليات الدينية والسياسية في ظل النظام الإسلامي، وإلى أي مدى يمكن أن يساهم تمتع تلك الأقليات بهذه الحقوق والحريات في تدعيم ودعم وحدة الأمة؟ الإمام علي سلام الله عليه كان منذ بداية الدعوة الإسلامية هو كان مع وحدة الأمة. عندما بويع أبو بكر بالخلافة خرج يحارب المرتدين معه. بمناسبة كلام حضرتك أنه اشتكى جور الرعية، عندما بويع بالخلافة بعض الناس لم يبايعوا، بعض الصحابة لم يبايعوا. طلب منهم بعض أصحاب الإمام المقولة المشهورة بايع وإلا ضربت عنق بحد السيف، ولكنه قال عنهم كلمة واحدة: أولئك قوم خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل، وتركه. وذلك قلنا من قبل أن الإمام علي حكم بالأكثرية وليس بالإجماع في تاريخ الأمة، لأن دائما كان الخلفاء حتى العصر الحديث كانوا يأخذون البيعة بالسيف. هو لم يأخذها بالسيف، أخذها بالإقناع بالأكثرية. هناك كثيرون لم يبايعوه، وطلب من الأمة أن تكون لها حريتها، وكان له للرعية أقوال وللوالي أقوال، وللمخالفين في المذهب، للمخالفين في الدين. على سبيل المثال عندما خرج عليه الخوارج قال: لكم علينا ألا نقطع عنكم العطاء ولا نمنعكم مساجد الله أن تصلوا فيها. ولكنهم خرجوا عليه، فجاء إليه بعض الناس يسألوا عن الخوارج، قال: أمشركون هم يا أمير المؤمنين؟ قال: من الشرك فروا. قال: أمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليل. قالوا: فمن هم يا أمير المؤمنين؟ قال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم، فاذكروا عني ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. هذا كانت نظرة الإمام علي. فعندما يطلق الحرية لنقد الحاكم هذا أمر طبيعي
بالنسبة لإنسان يمثل الإسلام الرسالي الامتداد للإسلام المحمدي. يعني على سبيل المثال يقول لمالك: واخفض للرعية جناحك وابسط لهم وجهك وألن لهم جانبك وآس بينهم في اللحظة والنظرة والإشارة والتحية حتى لا يطمع العظماء في حيفك ولا ييأس الضعفاء من عدلك. فهو هنا يساوي مساواة تامة بين العظيم وبين الضعفاء، يساوي بين الجميع حتى في النظرة والتحية، حتى في النظرة وفي التحية. تمام. ولا يجلس. هناك ايضا بالنسبة له عندما يتكلم عن الرعية، فهو كان مهتم بالطبقة المتوسطة او الطبقة الوسطى التي نتحدث عنها الان. تمام. ولم يكن منحاز على الاطلاق لاي دعوة من دعوات التمييز الطبقي او المذهبي او الديني كان. فهو كتب لمالك: وليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق واعمها في العدل واجمعها لرضا الرعية، فان سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وان سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس لاحد من الرعية اثقل على الوالي مؤونة في الرخاء واقل معونة في البلاء واكره للانصاف واسأل بالالحاف واقل شكرا عند العطاء وابطأ عذرا عند المنع واضعف صبرا عند ملامات الظهر من اهل الخاصة. الخاصة دائما ساعة الشدة يكونوا يهربون، وعند استتباب الامر للحاكم يبدأوا يتقربون منه ويأخذون منه المال. هذه شغلتهم. وانما عمود الدين وجماع المسلمين والعدة للاعداء العامة من الامة، فليكن صفوك لهم وميلك معهم. يعني الخاصة اللي هم الذين نتحدث عنهم الان، العامة عوام الناس الذين هم يحاربون في الجيوش، وهم الذين يزرعون في الحقول، وهم الموظفون، وهم الطلاب. هؤلاء الناس الذين ليسوا باغنياء وليسوا بفقراء، العامة الذين يعتبرهم الامام سلام الله هم عماد الدين. ليس ذلك فقط. وعندما يتكلم عن الحرية المذهبية كان له دور كبير جدا في نشر الاسلام. ولذلك كان في هناك كاتب الماني مشهور يقول: لو المفروض ان الاوروبيين يصنعون تمثالا من الذهب لمعاوية في برلين وفي كل عاصمة فرنسية، لانه لولا معاوية لانتشر الاسلام بعدل الامام علي حتى وصل وجعل اوروبا كلها مسلمة. هذا رجل شاهد على هذا العدل. الفتنة ثم الانتصار الاستبدادي الاموي على عدل الامام ومصرع الامام جعل الاسلام الاموي هو الذي ينتشر ويستنكف كثير من الناس ان يدينوا به. فايضا اريد اعذرنا يعني ايضا من ضمن الخصائص اللي هو يتكلم عن حقوق الاقليات، تحدث كثيرا عن هذا الامر. قال عن اهل الذمة: واختر للحكم بين الناس اقلهم تبرما بمراجعة الخصم. والخصم هي المعارضة. ففي العدالة عند الامام علي، يعني عند عمر بن الخطاب، كانت العدالة قضائية ولم تكن اجتماعية. عدل في القضاء بين خصمين نعم كانت موجودة. عدل اجتماعي كان فيه تمييز بين في العطاء، الذين عاصروا بدر اكثر من الذين لم يعاصروا بدر. الامام علي لم. وجاءته ام هاني قالت: هذه جاريتي. قال: لك 3 دنانير ولها 3 دنانير. وعندما جاء اللي هي اخت الامام علي. نعم. وعندما جاءه عقيل وقال له: اعطني، فجاء نادى الى مولاه وقال: اذهب مع اخي عقيل واكسر حوانيت الكوفة واعطيه. قال: اتريد ان تجعلني سارقة؟ قال: وانت تريد ان تجعلني سارقا لبيت مال المسلمين. فهو عنده كانت عدالة اجتماعية وعدالة قضائية. وكان الخصم اللي هو المعارض السياسي الذين لم يبايعوا، وكان منهم من كبار الصحابة.
يعني سعد بن ابي وقاص لم يبايعه ثم بايع معه فيما بعد، وبايع معه كيف؟ بحد السيف. عبد الله بن عمر بن الخطاب لم يبايعه ويبايع معه بخط كثيرون منهم. بالنسبة للحقوق السياسية حتى عندما كان التسامح عند الامام علي عندما في ولاية مصر وقال له انظر في الخراج. المصريون في ذلك الوقت هم الذين كانوا يعرفون خراج الارض، وكان شقت قناة من النيل الى القلزم اللي هي السويس، ولسميت فم الخليج حاليا موجودة عند مقام السيدة سلام الله عليه. فهو كان يريد من الرعية ليس نشر الاسلام ولكنه نشر العدل فيما بينهم. وكلمة مشهورة قالها ثم رددها عمر بن العزيز فيما بعد، قال ان الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. لو خرب بيت مال المسلمين احب الي عندما تكون يدخل الناس في دين الله افواجا. هذا هو الذي نراه في عدل هذا الامام المنصف للاعداء قبل الاصدقاء، والذي ضاع ضحية خصومه السياسيين الذين قتلوه وهو يقتل. وبعد ان ضرب الضرب من ابن ملجم قال اياكم والمثل. الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اياكم والمثل ولو بالكلب العقور. ان عشت رأيت رأيي وان مت فضربة بضربة ولا تلغوا في دماء المسلمين. الامام سلام الله عليه حديثنا عنه عن التسامح وعن وحدة الامة الاسلامية، وكان يصف الخلافة ان النعل احب اليه من الخلافة الا ان اقيم حقا او ابطل باطلا. هو حتى لما رأى ابن ملجم لما يسير في الكوفة، نعم. فقال هذا والله قاتل. نعم. فقالوا اقتله بأي ذنب أقتله؟ قال لم يقتلني بعد يعني بزي ذنب أقتله. يعني هو حتى نعم. هذا هو القاتل وعمله. لا هو سأله قال بلغه أنه يسم السيف، فقال له بلغني أنك تسم السيف. قال اشتريته ب1000 وشحذته ب1000 وسممته ب1000 وسأضرب به ضربة يتحدث عنها كل العرب. فقال هذا الرجل هو قاتلي. قالوا اقتل يا أمير المؤمنين. قالوا لم يقتلني بعد. قالوا فاتخذ حرسا. قال يحرسني أجلي. حارس كل امرئ أجله. نعم. لا أذكر أيضا أنه كان الخوارج يجلسون في المسجد والإمام علي يؤم المسلمين وهم لا يصلون خلف الإمام علي. نعم. فأراد البعض أن يخرجهم من المسجد فرفض الإمام وتركهم. حينما ينتهي الإمام من إمامة الناس كانوا يقيمون لهم جماعة أخرى تصلي، حتى وصل الأمر بهم حينما كان الإمام يقرأ مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يقولون له اتق الله أنت. يعني كانوا هم يكلمونه وهو يصلي بالناس. وكان الإمام يخرج من المسجد وينظر إليهم ويبتسم ويخرج. يعني لم نرى هذه الصورة في التعامل مع المعارضة وفي التعامل مع المخالف في الرأي بهذه الكيفية. لو أن الحكام والقائمين على الأمر أخذوا هذه الأخلاقيات العلوية السامية لا تغير شأن الأمة. ولماذا نبحث عن النموذج الغربي في التعددية وفي حقوق المرأة؟ على سبيل المثال كان هناك صحفي مصري مشهور اسمه عبد مباشر. أستاذن بس حضرتك معنا الآن مداخلة الدكتور عمر كرامة من القاهرة. السلام عليكم. الشيخ شوار سفيان من الجزائر. نعم. مولانا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وحيا أهل الجزائر جميعا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ملأ العلا بكماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. أما بعد، فلي شرف كبير أن تستضيفوا
تستضيف المشايخ والأزاهرة في هذه القناة، وأن أكون هنا كتلميذ، وهذا شرف لي أن أتكلم في حضرة العلماء والسادة المشايخ. أقول بسم الله والحمد لله. هنا في الجزائر نحن على المذهب الأشعري، العقيدة الأشعرية والفقه المالكي وطريق الجنيد السالكي. في 1980 ظهر الفكر الوهابي الذي دمر مساجدنا وأخرب شباب عقول شبابنا. يا سيدي عبد الحليم، نعم يا سيدي عبد الحليم. أيوة سيدي. نعم سيدي أسمعك. نعم. يا نحن في الجزائر نعاني من الفكر الوهابي، الفكر الوهابي الذي دمر عقول شبابنا. نحن على المذهب المالكي والطريق الجنيد السالك، ونحن يعني والله لا أعرف كيف يعني أعرف لك يعني الوضع الذي نحن نعيشه في الجزائر للتكفير. شيخ شوار، نحن في هذه الحلقة نتكلم عن منهج الإمام علي وتساميه في التعامل مع المخالف في الرأي. هؤلاء أصحاب هذا الفكر لا يعترفون بالمخالف في الرأي، إما أن تكون معهم وإما أنك خارج على الدين أصلا أو يقتلوه. لا استمع الصوت لا يصل لي جيد. أقول لك هؤلاء لا يتعاملون مع المخالف في الرأي أصلا. هم ينطبق عليهم قول الإمام القرطبي المالكي. نعم. يقول قال الإمام القرطبي في أحكام القرآن المجلد السابع صفحة 191، يقول الإمام القرطبي يقول بعض العارفين فئة لم تظهر في زماننا وستظهر في آخر الزمان تلعن العلماء وتسب الفقهاء. يا سيدي، الوهابية يشوهون كل من يعني يقول يتلفظ بقول عليه السلام، مع أن في صحيح البخاري وفي مسند أحمد وغيره قول عليهم السلام يعني حاجة يعني عادية، وهم يحاربون كل من يخالف فكرهم الضال. وقد كفروا العلماء سواء من الشيعة أو من الصوفية أو من الأشاعرة، ويحذرون ويشوهون الأزهر الشريف. أنا في منذ يومين تابعت قناة الناس، قناة الوهابية، يضللون شيخ الأزهر والشيخ علي جمعة، يعني وأما الشيعة فحدث ولا حرج، يكفرونهم يعني والله. يبدو أن الاتصال انقطع. نشكر الشيخ شوار سفيان من الجزائر. هي يعني هو الاتصال جاء بتوقيت الكلام، يعني نعم. كنا نتحدث عن الإمام علي في التعامل مع المخالف في الرأي والفكر والمذهب، وفعلا نحن ابتلينا بفئة لا تعترف بالمخالف في الرأي، وكأنهم على نفس النهج البوشي حينما قال من ليس معنا فهو علينا. يعني بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو نفس منهج الإقصائي للفكر الآخر، إنما هذا ليس موجودا في مدرسة أهل البيت تماما، وليست مدرسة إسلامية. عندما حدثت موقعة النهروان حدث قبل كان الإمام يقيم الحجة عليه، فحدث بينهم كلام ونقاش، فقال لهم ماذا تنقمون عني؟ قالوا حكمت الرجال في كتاب الله. فمسك المصحف قال تكلم أيها المصحف. فقالوا له إنما هو مداد في ورق. قال هو مداد في ورق ولكن يتحدث به الرجال. أرأيتم لو أن مسلما تزوج من كتابية نصرانية أو يهودية؟ قالوا يجوز يا أمير المؤمنين. قال أيحدث بينهما خلاف شقاق؟ قالوا يحدث، ربما يحدث. قال نعود إلى كتاب الله يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، سنأتي بحكم من أهله مسلم وسنأتي بحكم من أهلها كتابي نصراني أو يهودي. أليس هذا تحكيم في كتاب الله؟ فقال له عبد الله بن الكواء ما ألحنك بالباطل، حتى لا يستطيع أن يسمع. فالخوارج الذين قتلوا الإمام
وهم المتطرفون من الوهابيين اليوم الذين يعيشون في الارض فسادا. كان الخارجي اذا ذهب يقتل كان يقول وعجلت اليك ربي لترضى. يذهب الى ان يقتل الخصوم، وقصتهم مشهورة مع عبد الله بن خباب بن الارض. فالمنهج الاقصائي عند الخارجي هو نفس المنهج الاقصائي عند الاقصائي والاستئصالي عند الوهابيين. وحضرتك قلت ان بوش اقصائي، ولكن بوش اقصائي على غير بني جلدته. نعم. لكنهم اقصائيون وقتل علينا نحن وشوهوا منظر. منذ حوالي 30 عاما كان الذين يدخلون في الاسلام من الاوروبيين اعداد لا حصر لها، وكان مستقبل الاسلام في افريقيا جيد جدا. الان لا، الاوروبيون الذين يسلمون يصبحون وهابيين، فاسرهم تبكي عليهم دما. بعض الاسر وجدت ابنها يحاربون في افغانستان وهم نفس اللحى ونفس الجلباب القصير، قالوا هذا الاسلام ارهابي، فيقدمون صورة مزيفة للاسلام. الامام علي سلام الله عليه كان يقدم الصورة الوضيئة للاسلام سواء كان مع الخوارج، ولذلك بعض حتى في صفين حينما منعه على الشريعة عن ان يصل الى الماء عن شريعة الماء. وقال له الكلام المشهور ازيحوهم عن الماء، فازاحوهم عن الماء ثم تركها. لا، لما تمكن الامام علي ومن معه تركها لهم ولا تركها نعم. للذين منعوا عنه الماء. نعم، هم منعوا الماء اولا. نعم. فقال لهم اذهبوا، قال كلمة مشهور: الحياة في موتكم قاهرين، والموت في حياتكم مقهورين. كفوهم عن الماء، فذهبوا اليهم بقيدة الاشجر. ايضا الاشجر هو الذي ازحهم. بعد ان ازحهم بوصية الامام تركها مناصفة يأخذون حاجتهم. ومعاوية نفسه قال لعمرو بن العاص، قال له اتراه يمنعنا الماء؟ قال لا يمنعك علي الماء. فهو الامام يعني هو الفهم الاسلامي الحقيقي الذي يشوه الان. وانا اذكر ان حتى قوانين المرأة وحقوق المرأة ويأتون من الخارج، الامام علي له فكر عن المرأة وفكر هو موجود حتى في قضية الميراث. الميراث للبنات يأخذون الميراث كله. قضايا مشهورة وقضايا عدل، ولا يروجون لحديث ما افلح قوم لهم امرأة، ولا يحدث لعن الله اليهود والنصارى تأخذ من قبور انبيائهم مساجد. هذه التي يروجها الوهابيون ويقول انها حديث رسول الله. فكان الامام علي سلام الله عليه عندما يتحدث حتى عنهم يقول، هو اسمه ابن الكواء نفسه يقول للامام زي ما حضرتك قلت، بيقول له يا الذين امنوا اتق الله انت. ايوه. فهو بيقول له ايه؟ هو بيصلي، فقال الامام يصلي، فابن الكواء يقول له ولقد اوحي اليك. الكواء من الخوارج. ابن الكواء من رؤساء الخوارج. تمام. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. لقد اراد ان يقول للامام انك كفرت، يقول له انت كافر. فهو بيقول له الامام بيقول له ماذا تنقمون مني؟ قال انك تحكم الرجال. قال ولكنكم قتلتم عبد الله بن خباب بن الارض. هم اصاب قتل عبد الله بن خباب بن الارض. فقالوا من قتله يا ابن الكواء؟ قال كلنا قتلناه. فهم فكر منغلق. حتى الامام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله في موقعة حنين جاءه كزعيم من الخوارج، لم يكن اسمهم الخوارج ولكن كانوا بداية ظهورهم، حرقوس بن زهير، وقال له اعدل يا رسول الله فانك لم تعدل. وقال عن رسول الله سيكون له جماعة يتعمقون في الدين حتى تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم وسيماهم التحليق وتقصير الثوب. هم نفسهم حتى فاذا رأيتموهم فاقتلوهم فانهم شر البريء. وفي النهروان قال ابحثوا عن ذي السدية اللي هو حرقوس، لابد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بقتله. قال والله ما كذبت ولا كذبت، لابد ان يكون قتل. ذهبوا يبحثون عنه حتى وجدوه. فقصة دامية للامام علي سلام الله عليه، سواء في كتابة العهد او تعامله مع الخوارج او تعامله مع الذين انكروا عليه اشياء كثيرة جدا. يعني احد الصحابة الكبار
قال له متى كان هذا غديركم؟ فقال هل ادعو عليك واقول لك إذ اللهم ان كنت كاذبا يبتليك بالبرص فبرص. لا هو الحقيقة احنا يعني امام جانبين. نعم. جانب بيمثل اسمى ما في الانسان من معاني، وجانب بيمثل احط ما في الانسان من معاني حقيقة. نعم. الحقيقة المشهد ده بيذكرنا بما قاله نصر الدين ابن مجلي اللي هو عالم الحديث. نعم. كان اذا جاءت عاشوراء يظل مغلقا عليه بابه وحزينا لما حدث بأبناء رسول الله في كربلاء، فأخذته سنة من النوم فرأى الإمام عليا فقال يا أمير المؤمنين تدخلون مكة وتقولون من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وتقولون اذهبوا فأنتم الطلقاء، وأبناء الطلقاء يفعلون ذلك بالحسين وبأبناء رسول الله في كربلاء. فقال له الإمام علي الجواب عند الشاعر ابن الصيفي، يعني الإمام علي لم يرد عليه الجواب. نعم. فذهب نصر الدين ابن مجلي إلى الشاعر ابن الصيفي وقال لقد حدث كذا وكذا وأرسلني أمير المؤمنين إليك لا أعرف الجواب. فبكى الشاعر ابن الصيفي وقال والله إنها أبيات لم أكتبها بعد، يعني هو الأبيات حضرت وهو لم يكتبها بعد. هذه الأبيات هي كلام بلسان أهل البيت، تقول ملكنا، انظر إلى أخلاق أهل البيت وأخلاق الآخر. نعم. ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا. نعم. وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا عن الأسرى نعفو ونصفح. نعم. وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. نعم. فعلا هذه حقيقة. نعم. الأخلاق نعم. أهل البيت وأخلاق خصوم أهل البيت، وهذه قضية واضحة. ونستأذن حضرتك نعود إلى فضيلة الشيخ جمال لنروح أرواحنا بقصيدة أخرى. تفضل الشيخ جمال. أبا حسن تفديك نفسي، أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي، أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي، وكل بطين في الهدى ومسارعي، أيذهب مدحي والمحبر ضائع، أيذهب مدحي والمحبر ضائع، وما المدح في جنب الإله بضائع. فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا،
فدتك نفوس القوم يا خير راكعي فأنت الذي أعطيت فأنت الذي أعطيت فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا فأنت الذي فأنت الذي فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا فدتك نفوس القوم فدتك نفوس القوم يا خير راكعي الله 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 الله. بخاتمك الميمون بخاتمك الميمون يا خير سيدي ويا خير شار ثم يا خير بائع بخاتمك الميمون بخاتمك الميمون يا خير سيدي بخاتمك الميمون بخاتمك الميمون بخاتمك الميمون يا خير سيدي بخاتمك الميمون يا خير سيدي يا خير سيدي يا خير سيدي ويا خير شار ثم يا خير بائع فأنزل فيك الله خير ولاية فأنزل الله فيك خير ولاية وبينها في محكمات الشرائع فأنزل فيك الله خير ولاية وبينها في محكمات الشرائع فأنزل فيك الله خير ولاية فأنزل فيك الله خير ولاية
فأنزل فيك الله خير ولايتك وبينها في محكمات الشرائع. احسنتم شيخ جمال، بارك الله فيك، كرمك الله. دكتور علي، تتعالى اليوم في مصر وفي سائر البلاد التي قامت فيها الثورات أصوات تنادي بوضع دستور للحكم، يعني نعم. دائما كل الثورة تقوم نعم. تطالب بوضع دستور نعم. جديد للحكم. فكيف يسهم العهد العلوي لمالك الأشتر حين ولاه الإمام علي حكم مصر في صياغة مواد هذه الدساتير التي يطالب بها الثوار، خصوصا وأن هذا العهد باعتراف الأمم المتحدة هو أحد مصادر التشريع الدولي؟ نعم. يعني شيء معترف به أن نأخذ من هذا العهد هذا الكنز العظيم في نعم. حياة الأمة الإسلامية. فتفضل. طبعا الدستور، اي دستور او اولا اي ثورة تقوم بتقوم بعملية هدم للعهد القديم ثم عملية بناء وتأسيس دستور جديد. الدستور هو عبارة عن المعالم العامة للدولة، عن الحرية والثقافة وعن الزراعة وعن الصناعة وعن شكل الحكم وعن طريقة الحكم، ثم توضع القوانين المكملة لهذه الدساتير. عهد الإمام كما تفضلت حضرتك فيه حقوق وفيه واجبات. فعندما أنا تعرضت مرة إلى خطيب مسجد وليس بالجاد، قلت له كيف يكون لخطيب مسجد يخطب على المنبر ولم يقرأ نهج البلاغة؟ قلت له لو أنا خطيب مسجد سأختار خطبة التوحيد على سبيل المثال واخطب كفى. ففي عملية تغييب لنهج البلاغة والعهد ولفكر الإمام علي بصفة شاملة. هناك قوة علمانية، في هناك قوة وهابية أخطر من العلمانيين أصلا، يشوهون فكر الإمام ويقولون هذا ليس بدين الله. اليوم كنا في التحرير لا يقولون حضرتك انه الامام علي لم يكن اعلم الصحابة يعني. لا، ما قالوا هذا الامر، يقولون هذا لا يسبه ويتحدثون عن علي كما لو كان علي ابو الخير، يعني واحد شخص عادي. فانا اقرأ لك من نهج بس. قلت في ميدان التحرير اليوم، كنت في ميدان التحرير اليوم وهم كانوا شعاراتهم المرفوعة دولة إسلامية. إسلامية ما هي الإسلامية؟ الإسلام الأموي الذي يختصر الإسلام في اللحية والجلباب، وكما تفضل الأخ الأستاذ من الجزائر قال نالوا من الشيخ الأزهر ونالوا من المفتي ونالوا من ونالوا من الصوفية ونالوا لم يتركوا أحدا لم يكفروا. مثلا حسن المثال يقولون الانتخابات أولا أم الدستور أولا. هو وضع منهج لاختيار المستشارين والوزراء الذين هم مجلس الشعب، يعني عهد الإمام علي. في العهد الإمام. تفضل. يقول لمالك شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا. يعني ما تعينش وزير كان في العهد السابق اللي كان بيعين فيه الأشرار. نعم. ومن شاركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة. فإنهم أعوان الأئمة وإخوان الظلم. وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفادهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك. الإمام علي سلام الله عندما يقول إن شر الوزراء، طبعا هو في حكاية أهل الحل والعقد. يقولون أهل الحل والعقد والخليفة اللي كان بيختارهم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال للأنصار في بيعة العقبة انتخبوا من أنفسكم 12 نقيبا كلهم، وكان ممكن يختارهم
تعالوا انتوا وكلاء عن القوم، ولكنه لم يختار احد، ترك لهم حريه، وهم الذين ندبوا النقباء الاثنى عشر من الانصار. اهل الحل والعقد فيما بعد اتخذوهم في التاريخ الاسلامي الخليفه هو الذين يعينوا، وفي طالبان كانوا معينين اهل الحل والعقد، وكان لما يحصل بينهم حروب بيعتبروا النساء سبايا، وكان يغتصبوا البنات القاصرات ويقولون سبايا حرب. هذا كان بعيد عن كل، وهذا هو الدين الذي يروج له. فالامام سلام الله عليه عندما يقول على الوزراء والمشاورين واهل الشورى لا يقصد ان مالك كان هو اللي اختاره، هو يضع قانون في الدستور يمنع الذين افسدوا الحياه السياسيه في العصر البائد ان يدخلوا كما يحدث كما نطالب اليوم. تمام. وزراء العهد السابق وخبراء والمستشارين والمحافظين يجب ان يبعدوا تماما عن الحياه السياسيه، ليس اقصاء ولا يدخلهم السجن ولا حجر عليهم، ولكنهم لا يفسدوا الحياه مرتين. كان الامام يريد ان انهم تلوثوا بمظالم العهد السابق، ولذلك يجي بعدها مباشره ماذا يقول؟ يقول والصق نفسك باهل الورع والصدق. ده كحاكم بقى. تمام. ثم ردهم على الا يطروك، ما تعلمهمش انهم يمدحوك، ولا يبجحوك بباطل لم تفعله. ما يقولوش ان انت عملت حاجه وما عملش. فان كثره الاطراء تحدث الزهو وتبني من العزه. فهو يريد ان يقول ان المستشارين اللي هم كانوا للعهد السابق وزراء وافسدوا الحياه السياسيه، زي ما البعض بيقول انه الرئيس كان مظلوم، المستشارين كانوا بيقولوا اخبار خاطئه، ونفس الكلام اللي بيقوله الامام علي. نعم. لا انا اريد اقول ان هو لم يترك لمالك الاختيار اصلا. ده هو هيجيب جماعه من العهد الجديد ثم هم الذين يحاسبوه. اي انتخابات، بمعنى انتخابات، والاختيارات بالاكثريه كما نجح الامام علي في الانتخابات، لان عندما بويع بالخلافه لم يعترف معاويه بالبيع، اما لم يعترف قال نعيد الانتخابات من اول جديد، لم يعترف بالنتيجه اصلا، قال هذه امور لم نشاور فيها ثم شن الحرب. فالامام يقول الوزراء الموجودين واهل الشورى الاول وضع الدستور، ثم طلب اهل الشورى في طب الملامح العامه للدستور اللي وضعه الامام علي اللي ممكن نستفيد بيها اليوم النهارده يعني؟ هذا اللي نقوله. تمام، اتفضل. هو هذا الامر يعني هو يبدا بنصح الوالي. نعم. شخصيا، ثم يضع له الخطوط العامه التي يسير عليها، وهذا هو الدستور. يخرج من الدستور القوانين التي عندما نقول شر وزرائك من كان الاشرار قبلك وزيرا، هذا امر دستوري يخرج منه قانون كل من افسد حاله سياسيه ليس له مكان في المكان الجديد. نمره 2 تجرى الانتخابات على هذا العهد الموجود، يبقى اذا الدستور اولا وليس بعده. طب السلطات الثلاث اللي هي القضائيه والتشريعيه والتنفيذيه يعني؟ ما دي التشريعيه. تمام. دي هذه التشريعيه. التنفيذيه يقول عنها القضائيه ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزله سواء، فان في ذلك تزهيدا لاهل الاحسان في الاحسان، وتدريبا لاهل الاساءه على الاساءه، والزم كلا منهم ما الزم نفسه، واعلم انه ليس شيء بادعى الى حسن ظن راع برعيته من احسانه اليهم وتخفيفه المؤونات. هذه السياسه التنفيذيه. السياسه التشريعيه العداله القضائيه وعداله اجتماعيه، مساواه في العطاء. هو خصص جانب كمان في العهد بالنسبه للقضاه ما لهم وما عليهم. نعم. في العهد تماما. نعم. فهنا وحدد مهمة القوات المسلحة، الجنود، حصون الرعية. الحقيقة استوقفتني كلمة في العهد يا دكتور علي. نعم. والإمام علي بيتكلم على شروط الجندي أو الجنود، اختيار. نعم. الجنود. قال كلمة، قال إنه لما تختار نوعية الجندي. نعم. لا يكون ممن يثيره العنف ولا يقعده الضعف. صح.
الكلمة هذه اه يعني هي مشكلتنا النهاردة مع الثورة، الناس التي ضربت وقتلت الثوار نعم وهم عزل بدون سلاح، الذي يثيره العنف يقتل. الإمام علي بيحذر من هذه النوعية أن تكون جنودا. نعم يعني فعلا كل كلمة في هذا العهد نحن اليوم في احتياج إليها. نعم. ويقول حتى على الجنود فول من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك وأتقاهم جيبا وأفضلهم حلما ممن يبطئ عن الغضب ويستريح إلى العذر ويرأف بالضعفاء وينبو على الأقوياء وممن ليثاره العنف ولا يقعد به الضعف. تمام. فهو الإمام لما الدعم وضع طبقات الأمة قال طبقات. الطبقة السفلى يا دكتور علي اللي هم عامة الناس البسطاء، يعني احنا بنشوف ناس في القاهرة هنا يقومون في المقابر وفي مناطق عشوائية. الإمام علي رأى الناس دي بأي عين يا قال ومنهم الطبقة الأخيرة ومنهم الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة وكل قد سمى الله له سهمه ووضع على حده وفريضته في كتابه او سنة النبي صلى الله عليه وآله عهدا منه محفوظ عندنا محفوظ. بالنسبة للتسول يعني في حديث ولو جاء بعض الناس يقول لك لو رأيته يمسك قطعة من ذهب فأعطيه حسن، هذا ليس حسن ماسك ذهب. انا رأيت في الجمهورية الإسلامية ليس هناك متسول اطلاقا، ولو مسك متسول يضعوه في السجن. فكنت جالس في قم في احدى الاماكن ناكل، فجاءت امرأة تتسول الجميع نهرها لانهم يعطوهم من المال من الخمس الخمس 6 اسهم لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والفقراء وابن السبيل، والمفروض يكونوا فقراء اليتامى والفقراء وابن السبيل من اهل البيت، لكنها يتعمم. فيعطوهم من المال الكثير بحيث اذا واحد فيهم اصبحت له عادة ولم يتعفف يقبض عليه وياخده في السجن. فهو الامام سلام الله عليه قال ان له واي دولة يا دكتور علي بيكون فيها العدل يعني تختفي فيها إذا كان فيها عدل الإمام علي لم نسمع عن متسولين في عهد كما تفضلت الدولة الإسلامية في إيران، لأن في يقيمون عدل. وأيضا في شواهد يعني دولة في عهد عمر بن عبد العزيز برضه هناك شواهد أنه كانت يخرج بالزكاة ولا حتى أطعموا الوحوش في الجبال وزوروا. يعني إذا هو أساس الملك هو العدل. فهذا واضح تماما في عهد الإمام علي، العدل مع الجميع وبدون محاباة وبدون مجاملات. وفي سيرته الشخصية نفسها هذه صور من صور هذا العدل الذي الناس كثيرون نسيت أن أذكر لحضرتك أنه كان عبد مباشر كان صحفي في الأهرام من فترة من 20 عام، عندما اطلع على العهد كتب مقال في الأهرام قال إذا كانت حق المرأة هذا في الإسلام كما جاء عند أهل بيت النبي عند الشيعة فلماذا لا نطبقه ولا نستورد قانون غربي؟ المرأة لا حق في كل شيء. واستدل على هذا الأمر بقصة بلقيس وأنها كانت سبب الاهتداء قومي. تمام، أحسنتم دكتور علي وبارك الله فيكم. المشاهد الكريم، النظر إلى شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام محنة للفكر، ومعرفة بعض جوانب شخصيته أو من شخصيته يصيب صاحبه بالعجز فيلوذ بالصمت، ولسان حاله يقول: وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. هي محنة كبيرة لا تستثني أحدا أن ينطق الإنسان بكلام يرتفع إلى مستوى هذه الظاهرة الوجودية المذهلة، وهو عجز كبير مدهش يعتري الجميع مهما كانت القابلية وبلغ الاستعداد. ترى هل يمكن لإنسان أن يشرف على منعرجات التاريخ ولا تشده تلك القمة الشاهقة في مضمار الكرامة والحرية والإنسانية وهي تسمو على كل ما سواها؟ وهل يسوغ لإنسان أن يمد بصره على صحراء الحياة
ولا يرفرف قلبه صوب هذا المظهر المتألق بالحب والعبادة المملوء بالجهاد والمروءة، أو لا يبصر هذا المثال المترع بالصدق والإيثار وبالإيمان والجلال؟ هل يمكن لكاتب أن يخط صفحات بقلمه ولا يهوى فؤاده أن يعطر بضاعته بعبير يتضوع بذكر علي بن أبي طالب، ويخط كلماته بشذا يفوح بنسائم حياته التي يغمرها هذا التوثب ويحيط بها الإقدام من كل حدب ويجللها الجهاد من كل صوب؟ في ظني أن جميع أولئك الذين فكروا وتأملوا ثم استذاقوا طعم هذه الظاهرة الوجودية المذهلة إنما يخامرهم اعتقاد يفيد وأن للقطرة الوحيدة التائهة أن تثني على البحر، وأن للذرة العالقة أن تنشد المديح بالشمس. هكذا دالت الحال ومرت الأيام بانتظار موعد في ضمير الغيب مرتقب. في نهاية هذه الحلقة لا أملك إلا أن أشكر ضيفي الدكتور علي أبو الخير الكاتب والباحث الإسلامي المعروف. شكرا دكتور علي. شكرا جزيلا. الله يخليك. وأشكر أيضا فضيلة الشيخ جمال السيد حسين القارئ والمجتهد بالإذاعة والتلفزيون المصري. شكرا فضيلة الشيخ جمال. شكرا. وأذكركم سادتي المشاهدين بالحلقة القادمة في نفس الموعد 6 مساء بتوقيت القاهرة، وهي حلقة متميزة أيضا ستكون بعنوان أو عنوانها المبشرات بقرب الخلافة المهدوية الراشدة. هي حلقة متميزة قراءة لما يأتينا أو ما هو قادم من الأيام، وسيكون معنا فيها الدكتور فاروق الدسوقي وهو معروف في هذا الجانب بأبحاثه العظيمة، فنرجو أن تكونوا معنا إن شاء الله تعالى. وأشكر لكم حسن الاستماع وأترككم في عون الله وفي رعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.